خطوة تاريخية اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً بارزاً بشأن النزاع الذي استمر أكثر من نصف قرن في الصحراء الغربية المغربية. هذا القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بدعم من دول أوروبية يدعو إلى الحوار والمفاوضات استناداً إلى خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 والتي وصفها المجلس بأنها الحل الأكثر جدية ومصداقية لهذا النزاع. جاءت النتيجة واضحة: 11 دولة من أعضاء المجلس 15 صوتت لصالح القرار ولم يعارضها أي عضو، فيما امتنع كل من الصين وروسيا وباكستان، في حين لم تصوت الجزائر. لأول مرات يؤكد مجلس الأمن بشكل صريح أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت سيادة المغرب يمكن أن يكون الأساس الأنسب والأكثر قبولاً لحل هذا النزاع، كما أكد النص على ضرورة استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف: المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، على أن تشكل الخطة المغربية للحكم الذاتي الأساس الرئيسي للتسوية النهائية تحت سيادة المملكة المغربية. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، وإلى اللقاء.